السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين حبايب مأكولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا ان شاء الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، اول مرة على القناة هعمل لكم من الفسيخ شربات. خلاص ما جاتش عليا، يعني ما حدش بقى يقعد بقى في التعليقات بقى يعلق بقى ويقول حاجات كده، يعني ما جاتش عليا المره دي. كان في واحد داخل في التعليقات بيقول لي استفدنا ايه من الروتين بتاعك يا مدام؟ حضرتك سبت كل الفيديوهات اللي على القناه وما لقيتش الا الفيديو ده، الفيديو اللي فيه الروتين وحيد تتكلم عليه. ما في فيديوهات كتير انا بشتغلها بايدي بس وكلها طبيخ، يعني ما فيش فيها، كلها وصفات. انا فيديوهاتي على القناه مش روتين، يعني فيديو او اتنين، يعني بقالي 3 سنين. انا بقالي 3 سنين يا حبيب قلبي اللي بتتكلم انت، بقالي 3 سنين و3 شهور بالظبط النهارده شغاله ماشي على اليوتيوب. خلاص ولسه ما قبضتش ماشي. ف بتجه ان انا ممكن احط ستايلات، ده طبعا مش شغلي، ده ستايلات ده بجيبها من على النت. خلاص وممكن اعمل، اصحابي برضو يعني شاروا عليا ان انا اعلق قناه بالروتين، عملت روتين برضو معلش مفيش مشاهدات. خلاص فما جاتش عليا حبيب قلبي انا لما اعمل فيديو روتين انا مش باينه فيه. خلاص يعني الفيديو اللي انت شفته ده انا مش باينه فيه، اللي انت بتعلق لي عليه بتقول لي احنا استفدنا ايه يا مدام؟ انت ما استفدتش حاجه. انا بفيد اللي قاعده مكسله، او اللي قاعده في بيتها مش قادره تعمل حاجه، او قاعده هبطانه، او عايزه تعمل حاجه وقاعده مكسله فاتحه التليفون بتاعها وفاتحه على الفيس تتفرج، يمكن تشجع. مش فاتحه لك انت مش هتخش تنظف البيت. خلاص النهارده هعمل لكم من الفسيخ شربات بامانه اهو زي ما انتوا بتعملوا بالظبط. اما نشوف التعليقات بقى. حبايب قلبي قاعده كده امبارح بالليل، طبعا احنا كده النهارده الظهر، لقيت واحده جارتي حبيبتي عايزاكي يا ام عبد الرحمن تعملي لي فسيخ. خلاص حبايبي، فقلت ان شاء الله اعمل الفيديو ده معاكم. طبعا البوري بنجيبه يعني اول يوم، طبعا احنا في الصيف يا حبايب قلبي لو جبناه الصبح نعمله بالليل، جبناه بالليل نعمله الصبح بس يبقى طازه. طبعا عشان احنا الوقت في الشتاء والجو برد، هي جايبهولي امبارح بعد العصر، هي قايله انا شارياه طازه بعد العصر، فهي صراحه جابتهولي وانا كنت يعني قاعده كده مكسله، فقلت لها خلاص ده يتعمل الصبح. جبته زموها في الشنطه على الرخامه كده اهو، هنا اهو من امبارح بالليل للنهارده. جيت النهارده ساعه ما قمت من النوم قمت غسله الخياشيم بتاعته، طبعا كلنا عارفين الغسيل ما احناش محتاجين نغسله مع بعض. كنت عامله قبل كده معاكم من كام سنه الفيديو ده والحمد لله مفيش مشاهدات. فغسلت البوري وقمت رايحه احطه في الخلاط كده عشان اعمل لكم منه شربات. خلاص واللي يعترض بقى يبقى يكتب في التعليقات. الخطوه دي يا حبايب قلبي علشان الدم اللي طالع ده اهو، انا عايزه اوريه لكم، مش عارفه انتوا واضح لكم ولا لا، زي ده كده من الصبح، فنقطه الدم اللي نازله دي انا مش عاوزاها. خلاص انا كده انا عاملاه كده علشان كنت عاوزه شفشق او حاجه، فلقيت الشفشق هيبقى واسع عليها شويه، فقلت الدرق الخلاط حلو هيلمهم. خلاص هي مش جايبه كتير، هو حوالي كيلو بس يعني. ان شاء الله نفسخهم مع بعض بطريقه سهله جدا جدا، ويا رب الفيديو يعجبكم وتعجبكم افكار مأكوله ان هي تعمل من الفسيخ شربات. واللايكات يا حبايب قلبي بترفع القناه. طبعا القناه مش هتترفع الا انتوا ان شاء الله كل اللي يخش يعمل يفعل الجرس علشان كل ما اعمل ان شاء الله فيديو جديد يوصل لكم، اللي يلاقي الفيديوهات ما بتوصلوش يبدا يفعل الجرس تاني، لان انا بامانه كل ما اخش الواحده لقناتها متابعاني عشان احاول اتابعها بلاقي الجرس بتاعها ملغي. خلاص فبرجع تاني اثبت الجرس تاني ان انا افعل الجرس تاني عشان ما تقلي اي واحده فيهم تنزل فيديوهات من اصحابي طبعا اللي قريبين مني اللي معايا هنا في العزبه، بنتابع بعض. خلاص حبايبي الفيديو حبايب قلبي ما تخرجوش منه لما تحطوا اللايك لمأكول عشان مأكولة تحبكم كلكم. معانا هنا حبايب قلبي ده ملح خشن اهو، ملح خشن يعني مفيش يعني اهو، كل الشغل هو ملح خشن ده اللي هيخلي الفسيخ حلو. شويه شطه صغيرين، طبعا مكونات بسيطه جدا جدا جدا، شويه شطه صغيرين خالص اهو بس، يعني ما تجيش نص معلقه. خلاص
وهنا كده برضو حوالي برضو نص معلقه كده صغيره من الكركم اهي، نص معلقه من الكركم. ده كل المكونات بتاعتنا خلاص. الكركم والايه والشطه، ده كل اللي انا هحطه اهو. هقلبه. طبعا انا مصفيه كده معايا، شايفين اهي مفيش فيها اي حاجه في الدنيا اهي، ناشفه، لان ده من الصبح من ساعه ما صحيت من النوم، يعني هي ناشفه خالص اهي، مفيش فيها اي ميه خالص. خلاص هبدا اطلع بقى خالص كله 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 على الرخامه، وابدا احشيه معاكم بطريقه سهله جدا جدا جدا، وكلكم هتعملوه ويطلع زي الفل من ايديكم. حبايب قلبي طلعت كده البوري كله من دور الخلاط بتاعي وطبعا ناشف، منشفاه خالص. معايا كده كيسه بيضه زي ما احنا شايفين كده، هي بصراحه ما جابتليش برطمان ولا حاجه اعمل لها فيه، فانا هعمل لها في كيسه بيضه والفها كيسه جوه كيسه، اما اخدها ان شاء الله يبقى مظبوط ان شاء الله. وجوه الكيسه كده يا حبايب قلبي هنجيب حبه ملح كده ونطرهم، بس ده كل اللي احنا ايه هنطره في الكيس، شويه ملح صغيرين نطرنهم كده في الكيس. خلاص هنجيب كده اول واحده كده، وهنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونمسك كده الراس وندخل فيها الايه الملح الخشن بتاعنا الجميل ده اهو. كل اللي احنا هنعمله اهو، شايفين اهي، دخلنا ايه الملح الخشن جوه الراس. بس هندعك الجسم كده بالملح علشان ياخد اللون بتاع الشطه ولون الكركم بس كده، ونبدا نقوم نحطه في قلب الكيس. خلاص نعمل مع بعض واحده تانية. طبعا البوري هو صغير مش كبير خلاص، هياخد معانا من 12 يوم ل 15 يوم وتفتح عليه خلاص، لان البوري ده مش كبير. البوري الكبير بيقعد 20 يوم، يعني بعد 12 يوم ان شاء الله تبدا تفتح عليه، لان انا هعمله واديهولها مش هفتحه يعني عندي. خلاص اهو يا بنات شايفين طريقه سهله جدا جدا. اهم حاجه اهم خطوه حشوه الراس دي، حشوه الراس دي اللي بتخلي الفسيخ معانا طول ما هو قاعد في الكيس بيشرب اللحم اللي جوه، بيشرب من قلب الايه من قلب الملح ده كده. خلاص عملنا واحده كده بالطول، نخلي بقى دي كده بالعرض في قلب الكيس كده ماشي. هعمل الرصه الاولانيه زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي، هعمل كده الرصه الاولانيه بتاعتي معاكم وايه، وابدا ارش رشه من الملح. طبعا اهم حاجه اهو شايفين بقشرها ازاي اهي. خلي بالكم وانتوا شغالين في الحاجات دي ما تبقوش لابسين قميص قطيفه حلو اسمعوا مني عشان الزفاره طبعا كلنا ستات بيوت زي العسل ما شاء الله، ربنا يا رب يخليكم كلكم ليا، احنا بننصح بعض. خلاص عملت حطيت 3 دي كده رصه، هقوم بقى ماسكه حبه كده من دول، حبه كده من دول كده، ورشه اهي عليها كده، مدردرها كده عليها كده اهو. بس اكمل بقيه البوري كله على بعضه وارجع معاكم تاني. كده حبايب قلبي خلصت كل الكميه، فاض معايا هنا شويه من الملح الخشن، طبعا مش هرميه لان انا عملت بس الايه الرصه الاولانيه معاكم اهو، يعني من فوق مفيش فيه ملح اهو. خلاص هبدا بقى اجيب ده كده واعمله كده عليه اهو من فوق خلاص كده خالص اهو. هنحط شويه كده في الجنب كده وشويه في الجنب كده معانا البوري، شايفين يا بنات اهو جميل. هنعمل ايه بقى؟ هنقوم ماسكين الكيسه كده اهي، طلعين منها كل الهواء اهو، كل الهواء نطلعه منها، نقوم نبدا نبرم كده، نبرم جامد اهو، لفه جامده 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 جامده. وعلشان السمكه ناشفه قوي عشان انا عاملاها من بدري ومنشفاها، طبعا قطعت الكيس، فدي مش مشكله عندنا خالص، لان احنا كده هنحط في كيس تاني اهو. خلاص يا بنات، وكيس جوه كيس لما نعملهم 5 اكياس 6 اكياس على حسب
ما تحس ان هو ايه، ان هو خلاص يعني تحس ان السمكه معاكي جوه انكتمت، ما دخلش، مش هيخش لها هواء خالص، لان اول حاجه بتبوظ الفسيخ الهواء. خلاص زي ما احنا شايفين كده اهو، وكيس جوه كيس كمان اهو. هجيب كمان كيسين 3 وبعدين ابدا الزق اللفه. خلاص معاكم برضو في الاخر بعد ما احط كمان كيسين 3 هلزقها معاكم. خلاص اهم حاجه في ده كله ان احنا كل يومين نحطها جنب ده اهو، في طبق مثلا او في حافظه بغطاها، افتح الحافظه واقوم قلب الكيس كده. خلاص لان هيبقى ملفوف يومين واقلب الكيس كده. بس ده كل مشكله البول. خلاص هكمل خالص بقيه الاكياس وهلف معاكم البلاستر عليه. حبايب مأكولة ارجع لكم تاني اهون. حطيت 3 اكياس كمان على الاولانيين بقوا 5، ومعايا كده بقرة لزق كده من انا بايه بكتب عليها في المطبخ. خلاص هنجيب بس الايه الحرف الاولاني. ما بشوفش من غير نضاره على فكره. اول اللفه يا بنات. خلاص البلاستيك اللزق ده يا بنات لزق ورق، ببقى اكتب على الاكياس وانا رايحه ادخلها الفريزر. خلاص لان انا بنسى. هنبدا كده اهو، شايفين اهو بكتب على الاكياس ايه بقى يا بنات. برضو معلومه صغيره، البنات الصغيرين مش الكبار طبعا عشان انا عارفه الكبار. بكتب عليها مثلا ده مثلا بسله مثلا عاملاها يوم كذا، لوبيا خضراء يوم كذا، عشان الحاجه المركونه في التلاجة بوقت كبير اجيب انا اللي انا عاملاها الاول. خلاص حاطه مثلا زي ما انتوا اي حاجه انتوا حاطينها، لحمه، فراخ، سبانخ، اي نوع خضار احنا حافظينه في الفريزر لازم نكتب عليه نوعه ايه، لان ساعات الاكياس بتبقى مثلا لو احنا حاطين خضره محشي بتبقى لون السبانخ، فلازم نكتب دي سبانخ دي خضره محشي. ده يعني دي وجهه النظر بس يعني، لان انا كمان مش بميز من الحاجه بالعين. ماشي. في طبعا ستات ناطحه كتير ما شاء الله، الله اكبر. خلاص اللي يتفرج على الفيديو يا بنات ما يخرجش من غير ما يحط المأكولة اللايك. حبايب قلبي والفيديو بتاع الجميل ده عايزه حبايب قلبي كلهم اللي بيحبوا مأكولة بس هم اللي يتفرجوا عليه. خلاص اللي بيحاول يدور لمأكولة على اي غلطه في الفيديوهات ما يخش لهاش. خلاص يا بنات. طبعا انتوا فاهمين. ماشي. انا مش من هواة الروتين في البيت على فكره، مش من هواة ان انا اعمل روتين في البيت خالص، بس فكره ديت اصحابي ادوها لي لما لقوا القناه ان هي شغاله، فيديوهات وصفات حلوه، فيديوهات شغاله بايدي، مش شغاله مش بجسمي كله مبيناه ولا حاجه، حاجه مش لافته النظر، بس برضو مش جايبه مشاهده. خلاص فهم طبعا قالوا لي لازم تعملوا روتين والكلام ده. انا مش غاويه اعمل روتين صراحه، انا بحب الوصفات، بحب اي حاجه حلوه اعملها معاكم. لو بعمل حتى فطار ممكن اصوره معاكم عادي، اي حاجه كده بكون عاملاها في الفطار ممكن اصورها لكم عادي. بس انا لما بلاقي طبعا يعني مش كل اللي بيتفرج ان هو بيبقى مبسوط، يعني في ناس بتبقى بتديكي كده ايه ان الفيديو بتاعك مش مهم، يعني مثلا يخشوا ما يحطوش اللايك، فده طبعا مش كويس. طب انت دخلت الفيديو حط اللايك، يعني ما جاتش حاجه، يعني ما تتكه كده على الزر كده حط اللايك، مش حاجه يعني، وتفعل الجرس مش حاجه. والفيديو بسيط، يا رب يكون بسيط على قلوبكم. فيديو النهارده عملنا من الفسيخ شربات يا بنات، وما جاتش عليا يعني، عدوها اللي انا حطيت لكم البوري في الخلاط، لان انا بخش يعني ما شاء الله فيديوهات كتيره حلوه قوي 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 بجد بامانه، بس بتبقى اول لقطه هي اللي بتشدني صراحه، فبخش اكمل الفيديو. يا رب يوفق الجميع يا رب، ويكون الفيديو خفيف عليكم، واقول لكم حبايب قلبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.